السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن نرحب بكم في قمة الرياض، وفي القمة الثانية هذا العام. يؤسفنا أن لم نحفظ استقبالكم في الرياض نظرا للظروف الصحية التي نواجهها جميعا في هذا العام، وأنه من دواعي سرورنا أن نراكم اليوم جميعا وأشكركم على المشاركة. لقد كان هذا العام عاما استثنائيا، حيث شكت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية، وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي. ولقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة، وساهمنا جميعا في بداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة. واتخذنا أيضا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات. كما تمت توسعة شركات الحماية والاجتماعية، حماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم مصادر دخلهم، وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة مجموعة ال20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول متخصصة الدخل. وبذلك فإن واجبنا الارتقاء مع المستوى التحدي خلال هذه القمة، ونطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة. وفي هذا العام واغتنام فرصة القرن ال21 للجميع، وعلى الرغم من جائحة كورونا قد دفعتنا إلى إعادة توجيه تركيزنا بشكل سريع للتصدي لآثار هذه، لأن المحور الرئيسي إلا أن المحاور الرئيسية والتي صعدناها تحت هذا الهدف العام، وهي تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل أفق جديدة لإنزال الأساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل لشعوبنا. وعلينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش. وسنبتشر بالتقدم المحرز في هذا إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات
تشخيص الفيروس كورونا، إلى أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح للوصول إليها بشكل عاجل وبتكلفة ميسورة، توفيرها لكافة الشعوب. وعلينا في الوقت ذاته التأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية. وعلينا الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد. وتوجب علينا تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية، إضافة إلى ذلك وضع اللبنات الأساسية للنمو بشكل قوي ومستدام وشامل. ولابد لنا من العمل على إتاحة الفرص للجميع، وخاصة للمرأة والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، ولذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد. كما ينبغي علينا تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة، ولذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون وكنهج فعال. ولتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغيير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. وعلينا قيادة المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة وحمايتها. وهذا السياق إننا ندعو إلى مكافحة تدهور الأراضي والحفاظ على الشعوب المرجانية والتنوع الحيوي، مما يعطي مؤشرا قويا على التزامنا بالحفاظ على كوكب الأرض. ولإدراكنا بأن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا، فقد قمنا بإقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وبهدف جعل نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. لقد التقى قادة دول مجموعة 20 للمرة الأولى قبل 12 عاما استجابة للأزمة المالية، وكانت النتائج خير شاهنة على أن مجموعة 20 هي المنتدى الأبرز للتعاون الدولي والتصدي للأزمات العالمية. واليوم نعمل معا مجددا لمواجهة أزمة عالمية أخرى أكثر عمقا عصفت بالإنسان والاقتصاد، وإنني على ثقة من جهودنا المشتركة خلال قمة الرياض سوف تؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة وقرار سياسات اقتصادية اجتماعية من شأنها إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم. وشكرا لكم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة أسامة الأهدل ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.